الطريقة الصحيحة لتطوير الوعي بالأرسنال. هلا والله، شلونكم يا ولد؟ اليوم الطريقة الصحيحة لتطوير الوعي بالأرسنال. قبل لا نبلش لا تنسى زر اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. يلا نبلش. يلا شباب، هسه نبدي بهذا اللاعب جورجينيو، لاعب متكامل حرفيا بالCMF. شوف طاقاته يا ولد. اللاعب يوصل 101، وهاي طريقة التطوير: 8 في التمرير، 4 في المراوغة، 4 في البراعة، سلفي من جسم قوة الجزء 8، وفي الكرات الرأسية القوة 5، والدفاع 13. هاي هي الطريقة الصحيحة لتطوير اللاعب جورجينيو حتى يوصل 101. وهاي الطاقات: عندك التحكم في الكرة 86، المراوغة 81، الاستحواذ في المساحات الضيقة 83، التمريرات المنخفضة 90، التمريرات المرتفعة 90. عندك هنا وعي دفاعي زين، احتكاك دفاعي زين، قطع الكرة زين، شراسة زين، قوة في الركل أسطورية، وقوة تحمل أسطورية. هاي أول لاعب. جينا على ثاني لاعب، واللي هو يكون من النادرين. هسه تقول ليش يا محمد من النوادر؟ لأن هو RB، والRB مو دائما أكو RB شوت تايم، وهو يلعب RB وCB. عندك إطلاق الرصاص 1، التمرير 4، المراوغة 4، البراعة 4، وسفلي في من الجسم قوة الجزء 11، وفي الكرات الرأسية القوة 4، والدفاع 8. هذا ثاني لاعب اللي هو وايت. خلي أطقلكم صورة له. هاي نجينا على ثالث لاعب. يلا، اللي هو هذا اللاعب نسيت اسمه طبعا. شو اسمه؟ نسيت اسمه. نسيت اسمه شباب. المهم على أعلى مستوى يوصل 101، وهاي التطوير الأفضل له: إطلاق الرصاص 10، المراوغة 4، البراعة 12، والسفلي من الجسم قوة الجزء 8، وعندك في الكرات الرأسية 4. هسه طق. لا بس خليه أطق عدل. فهو يابا شافوا. وهسه راح أقول لكم على مراوغات أسطورية يا عزيزي المشاهد. أي نعم. وعي الهجومي 90، التحكم في الكرة 80، السرعة التسارع 382. وهذه هي أفضل تطويرات للوعي. مع السلامة.